السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة فيديو جديد إن شاء الله هتستفيدوا بيه بإذن الله. الفكرة جميلة وبسيطة وهتعجبكم جدا، وعملية كمان. كل المطلوب مننا علبة بلاستيك، أي علبة بلاستيك موجودة عندك، مش مهم علبة ايه، المهم إنها علبة ليها غطا وخلاص. هي دي كل الفكرة. المهم هنحاول نعمل فكرة عملية وهتستفيدي بيها في المطبخ، في الحمام، في أي حتة تعجبك. المهم نبتدي سوا وبسرعة نبتدي نشتغل الفيديو. هنعمل فكرة تركي بس بفكرة مصري معاها جميلة هتسعدكم. بس ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشيروا الفيديوهات عشان الكل يستفيد، وكمان عشان قناتي تكبر بحبكم ودعمكم. لان كده الناس كلها عدت، يعني ربنا يعدي الناس كلها. اول حاجة نحتاجها دهان. حتى لو ما حبيتيش تحطي دهان ممكن تعملي العلبة على شكلها الحالي، بس احنا عايزين نعمل اللون البينك اللي هو هنغير ليه معظم الحاجات عشان نجهز لشهر رمضان ان شاء الله والاعياد باذن الله. وكمان علشان انتوا عايزين الافكار التركي وانا تحت امر حبايبي، لازم انفذ لهم طلباتهم. اول حاجة هنجهز اللون حسب اللون اللي احنا عايزينه. عايزة تعملي بينك غامق، زودي اللون الاحمر. وانا قبل كده قدمت لكم في الفيديوهات الحاجات اللي احنا بنستعملها. ونحاول ننظف العلبة من الورق والحاجات الزيادة دي قبل ما ندهن. احنا هندهن من جوه بعدين ننضفها من بره ان شاء الله. هنغطي العلبة بسيطة جدا. على فكرة كل ده هي كانت علبة لهلوبة، كل الحاجات اللي فيها دي بقايا اللزق بتاعها. هنقفل الغطا كده ونخليها تلف، ومن جوه هتدهن لوحديها، وخصوصا لما تخفي الدهان شوية. ما تحبيش تدينيها من جوه ما تدينهاش من جوه خالص، يعني لو مش حابة يعني. فانت تحاولي تدهنيها بس اللي يحب يدهن ما يدهنش الحتة اللي بنقفل بيها من بره، عشان ما تبقاش صعبة في الفتح والقفل بعد كده. انا قلت لكم في فيديوهات كتير ازاي نتخلص من بقعة الطلاء. يا ريت تروحوا تسمعوا الفيديوهات. في منتهى السهولة، وما تخافيش من بقعة الطلاء، هتلاقيها تطلع بمنتهى السهولة معاكي. نحاول نوزع برضو الطلاء من جوه كويس. اللي عايز يدهن العلبة بعد ما تنشف تاني كمان مرة يدهنها، تسيبها تنشف يوم واتنين علشان نقدر نشتغل فيها. التغيير حلو قوي، ان احنا نعمل حاجات نغير من لونها وشكلها. بتدي احساس راحة نفسية بعد ما نشفت طبعا ليها كام يوم. جبت الآلة اللي انا اشتريتها قبل كده دي، اللي قلت لكم عليها في الفيديوهات، اللي بتخرم البلاستيك. اللي ما عندوش يبقى بأي مسمار موجود عنده. خروم الخروم اللي انت عايزاها. انا خرمت كذا خرم، لاني يعني لما هزهق منها بالفكرة دي في فكرة تاني مهمة جدا هبقى اعملها لكم بيها ان شاء الله. لكن الخرام الزيادة انا هسدها، لان انا هعملها عايزة خرم واحد بس. لكن الخرام الزيادة دي ممكن بعد شوية نعمل فكرة بيها تانية هتعجبكم برضو ان شاء الله. مكنة اللحام طبعا بعد ما تسخن لازم تحطيها على حاجة معدنية، ما تحطهاش على بلاستيك ولا على
حاجة مثلا قماش ولا حاجات دي هتتحرق لا قدر الله. فحاولوا انكم بعد ما تستخدموها تحطوها على حاجة معدن وتسيبوها تهدى خالص من الحرارة وبعدين تشيلوها. طبعا الافكار كتير، بس الواحد بيحب يركز لكم في فكرة معينة عشان تنفذوها، وبعدين نعمل افكار تانية ان شاء الله. بنحوش الزوايد ونبتدي نزوقها على حسب رغبة كل واحد. انا حبيت ان انا ازوقها بنفس اللون اشيك، لما تحط نفس اللون هيبقى اشيك بكتير يعني. حطيت الدانتيل ده رخيص جدا، المتر حوالي ب50 قرش، يعني مش هتتكلف علينا حاجة خالص، مش هتكمل حتى ربع متر. اللي يحب يحط غيره يلزق بيلزق. برضو حطيت شوية فصوص كده ادوا منظر. مش معنى ان حاجة تحطيها في المطبخ او تحطيها في الحمام تبقى مش شكلها مش حلو، لا ده انت تزوقيها وتخليها جميلة، عشان كل ما كانت الحاجة احلى كل ما تشجعك على دخول المطبخ وتعملي وتبدعي يعني. شايفين منظرها تحفة بصراحة. هي تنفع، مش هتنفع المطبخ بس، دي ممكن تحطيها على التسريحة، تحطي فيها اي حاجة، ممكن تحطيها في اي مكان يعجبك. انا هسد الخروم دلوقتي، ولو زهقت منها بعد فترة نعيد تدويرها كمان ونعمل بيها فكرة تحفة حطها في دماغي ان شاء الله. آم، هنكمل الفصوص عشان نسد الخروم، مش هنخلي غير خرم واحد. اختاري بقى انت الخرم هتحطيه من الجنب، في المنتصف، في اي حتة تعجبك. انا فضلت ان الخرم يبقى في منتصف العلبة بالظبط. والباقي هيتسد عادي بالاستراس. اول الفكرة هتشوفوها هنعمل ايه. هي طبعا كده ممكن تتحط في اي مكان، وممكن تحط فيها معطر زيت عطر وشوية بيكربونات صوديوم وتخليها كده مفتوحة. الفتحة اللي في النص هتطلع لك ريحة جميلة في الحمام او في المطبخ او في اي مكان تحطيها. احنا هنجيب الكبريت، دايما احنا بتبقى ايدينا مبلولة وفيها زيوت وحاجات، هنلزقه كده بمسدس الشمع، وتحط الكبريت جوه العلبة، ترصيه طبعا بشكل رأسي، بحيث ان ما تيجي تنزلي من العلبة تبقى الكبريتة تنزل بسهولة، يعني مش تحط علب الكبريت زي ما انا حاطة كده. انا حطيت علب الكبريت دي علشان لسه العلبة ما نشفتش قوي من جوه، لكن في الاصل المفروض ترص الكبريت كده فوق بعضيه، وتطلع اول ما تعمليها تطلع عود الكبريت. ممكن تحطي كام واحد كده مؤقتا لغاية ما تنشف العلبة، وبعد كده تبتدي ترصيهم صح جوه العلبة. ما كانش عاجبك تحطي كبريت فيه، ممكن تحطي علبة الخلة، وما تعوزي علبة الودان دي، وما تعوزي تطلعي منها واحدة ولا اتنين تطلع برضو من الخرم. ما كانش كده يبقى الخلة. ما كانش كده ولا كده، حطي بقى الحاجة اللي تعجبك وتحس انها افضل للعلبة. اظن الفكرة سهلة ومش محتاجة اي تعقيدات، وممكن تعمليها في اي حاجة. وانا افتكرت حكاية ان احنا نحط بيكربونات صوديوم وزيت عطر فيها، ممكن تحطيها في التلاجة حتى مع شوية فانيليا بكربونات صوديوم، تدي ريحة جميلة كل ما تفتحي باب التلاجة. ممكن تحطيها برضو في اي مكان يطلع ريحة عطرية حلوة جدا. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد واستفدتوا بيه، واللي يعجبه الفيديو يعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة،
ويفعل زر الجرس عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. انتظروني ان شاء الله في بث مباشر الساعة 8 ان شاء الله اذا اراد المولى عز وجل. اتمنى انكم تفكروا معايا في افكار كتير ممكن نستفيد بيها كلنا ونفيد بعضينا